عارفين الجوع بتاع بعد 12 بالليل ده، والشتا كمان داخل والجو ابتدى يبرد والجوع ابتدى يشتغل. الوصفة اللي هتسد جوع بالليل بتاع بعد الساعة 12 من غير عجين ولا تخمير ولا أي حاجة. وصفة سهلة جدا وسريعة وطعمها بجد خطير. تعالوا كده نسمي بالله ونشوف ازاي هنعمل الوصفة دي. فوك أو طاسة عندي على النار، هنزل بحتة سمنة أو زبدة أو زيت، وانزل أقل كمية لحمة مفرومة، يعني دي كانت أقل من ربع كيلو. هبتدي انزلها والنار عندي عالية، هظبط الملح والفلفل وشوية من البهارات اللحمة وشوية من الشطة والبابريكا، وتقدري تحطي اي توابل انتي بتحبيها، وشوية من التوم الباودر او البصل الباودر على حسب اللي انتي بتحبي طعمه. هقلبهم على النار لمدة 5 دقايق لحد ما اللحمة بتاعتي تبتدي تفك كده من بعض وتستوي وتبقى باللون والشكل ده. مش قادرة اقولكوا بقى ريحتها حلوة جدا. هنزل بعديها بهوت دوج او سوسيس او ممكن كمان تحطي سجق، وابتدي اقلب كله مع بعض. عارفين البيتزا ميكس اللحوم او الفطير ميكس اللحوم؟ ده الساندوتش ميكس اللحوم بقى، يعني اختراع. بعد كده هزود بسطرمه دقيقتين 3، هتبقى عندي استوت وتمام التمام. هنزل بفلفلايه رومي متقطعه، ممكن تحطي فلفل الوان كمان بتبقى حلوه قوي، بس ما كانش عندي فاستخدمت الفلفل اللي كان موجود. هنزل كمان ببصلايه، وممكن تستغني عن البصل، يعني ممكن تحطي بس الخضار وميكس اللحوم وتبقى عندي زي الفل. يا دوبك مش اكتر من دقيقتين 3 بعد ما احط البصل واقفل عليه. هجيب بقى العيش الفينو، وده كان عيش بايت عندي خلاص محدش عايز ياكله، وفي نفس الوقت مش عايزه اعمله بقسماط. ببتدي افرغه كده بالشكل ده بالسكينه، وابتدي افرغ طبعا الكميه اللي عندك بقى 3 4، يعني الكميه الموجوده تقدري تعمليها بنفس الطريقه. هنقلهم بقى في صينيه تدخل الفرن، وابتدي احط شويه مايونيز وكاتشب، ممكن تحطي باربيكيو، تحطي صلصه بيتزا، تحطي تدهني زبده مثلا وتحطي الحشو برضو هتبقى حلوه قوي. هفردهم كده بظهر المعلقة عشان بس تتوزع في العيش كله وتبقى شكلها حلو. هجيب بقى الحشوة وابتدي ان انا احطها، وراعوا دايما ان الحشو يكون فيها من كل الانواع، يعني اللحمة المفرومة مع البسطرمة مع الخضار مع السوسيس، يعني املي الساندوتش كده بتاعك. بعد ما حطيت الحشوة بحط شوية جبنة، اي نوع جبنة حطيه عندك، هتحطي موتزاريلا، تحطي تشيدر، تحطي رومي، براحتك خالص، بس انا بفضل الموتزاريلا انها بتسيح وبتدي شكل حلو. رشة أوريجانو، بيدخل فرن سخن على 180 شغال من فوق ومن تحت، مش أكتر من 10 دقايق. الجبنة تسيح، العيش ياخد تحميصة بسيطة وتبقى جاهزة عندي. بعد ما خرجت مش قادرة أقول لكم قد إيه سهلة وسريعة وبسيطة، واستغلال لبواقي العيش الفينو. بالمناسبة إن احنا عندنا عيش فينو كتير الفترة دي عشان المدارس بيفيض، ومش بنبقى عايزين نعمله بقسماط، فالوصفة دي أعتقد أنسب حاجة ليه. تجنن، ريحتها تحفة. ميكس اللحوم يمكن حشوة مختلفة أو جديدة شوية، الجبنة بتمط، العيش اتحمص، يعني آخر دلع. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وتتابعوني دايما على مطبخ توته مراد. اسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير. السلام عليكم.